اهلا وسهلا. وصلتني رساله بالواتساب، الله حقق بنتي شوي، من هالرسائل اللي نتلاقاها واحنا فاضيين، واذا سالت واحد عن مصدرها قال لك والله منقول، وكلامها ومحتواها وراعيها ما يمثل. يقول لك الخبر او بدايه الرساله: القبض على طلاب صينيين حاولوا التسلل الى المدرسه ليلا ليحجزوا مقاعد قريبه من معلمهم. الخبر الى الان جميل رغم انه غير صحيح. يجي الحبيب العاقل المحترم اللي نقل هالخبر هذا اللي قاعدين نتداول من عام 600 واحتضر قبل الميلاد، يروح يغير موجه الخبر ويذيله على مزاجه وعلى ما يشتهي. يروح يكمل الخبر، ايش يكتب؟ بينما الشعب السعودي ينتظر إجازة اليوم الوطني، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، ويا مدري إيش، الناس في تقدم ونحن في انحدار. متعلم، أنت شايف استنفار إحنا مو شايفينه على وزارة التعليم؟ شايف مظاهرات وإطلاق نهار ناس ما يبون دوام؟ ولا عشان مقطع صغيرة بنت في تويتر ولا انستغرام تصيح لأبوها تقول ما بي دوام خلاص حكمت على الشعب السعودي كله؟ الأمة الجاهلة اللي أنت قاعد تتكلم عنها اللي هم سعوديين، يحتاج أذكرك إنهم وصلوا الأمم المتحدة، وصلوا الفلك والفضاء، فازوا بجوائز عالمية في الطب، في الكيمياء، في الإحياء، في الرياضيات، في التقنية. يحتاج أذكرك بالسعوديين زيادة، بالدكاترة، بالعلماء اللي صنعوا فرق بالداخل والخارج. يحتاج أذكرك بالسعودية اللي عمرها 22 سنة صنعت صاروخ سلمي وراحت تشتغل في ناسا. ما ألومك لو ما ذكرت، والله ما ألومك، لكن تدري متى ألومك؟ لما تحجم من قدرة شعب كامل في رسالة تناقلها الفهلويين مثلك بحجة إنه منقول. خلونا عن الفهلوي هذا وعن الخبر اللي كاتبه. يجيك واحد مقطع اجازته 4 شهور في اوروبا، مستلد كل شيء هناك، حتى الكلب وهو يزغل يصوره، حتى الزبايل يستلدها يقول والله وسخهم غير يا اخي شوفوها بالله. جاك الحبيب الاجازه مروق، جاء قال لك والله مستوى التعليم عندنا متدني وخدماته ما ترتقي. طبيعي خدماته ما ترتقي، انت ما تبيها ترتقي، انت مو عاجبك اصلا انها ترتقي. مصلح راس شيشه الحبيب يقول لك والله شعب ما يملك دور سينما ولا مقاهي فن، شعب رجعي متخلف. اي طبيعي متخلفين في نظرك، انت مو عاجبك شيء في البلد من الاساس، ما عندك الا الشماعه الوحيده اللي تعلق فيها كل بلاوي البلد. صارت اي قضيه بالبلد، اي فتنه، قال قلنا لكم اقتلعوا الموضوع من جذوره، حاربوا الارهاب بالفن، حاربوا الارهاب، خلاص نشغل لهم سيلين ديون، ما له دخل حجي، والله ما له علاقه. يجيكم اليوم الوطني يوم الجمعه، واذكركم بتصير قمه الايفنتات المحترمه في المولات، في الاسواق، في الشوارع، المسيرات الادب، الناس المحترمه، وبيجيك واحد بارد مبرده بيصور اثنين بالشارع قاعدين يتمشون بصوار فنايل وصابغين اخضر، ولا بنات قاعدين يترقصون، ولا شباب قاعدين يتحرشون بواحده وبيعمونها باسم الشعب السعودي كله. ما عنده مبدا ولا يعترف باميته الباطله بالسكوت عنه، بالعكس بيحييه. ما يشعر بقيمه اصلا لو ما احياه، بيتناسى ولا بيتطرق لاي جهد قاعدين نسويه حق هاليوم هذا. بالعكس بيتفنن بالطنازه بالشغلات اللي بتصير عندنا، بيتفنن بالطنازه على الشغلات اللي بتصير في اليوم الوطني، بالمعلمين، باجتهادات الناس اللي قاعدين تسويه حق. تعال الان شوفه في اي دوله خليجيه لما تسوي انجاز، اوه شعب راقي، شعب متطور، شعب متحضر، ونحن في اخر ركب. انت اللي تبي نفسك في اخر ركب. اذكر مثال وكل التحيه والحب لاهلنا الامارات، لما دبي تحط ببرج خليفه علم السعوديه، شوفوا كيف بيبجل ويمدح دبي فقط، وكانه ما صار في يومنا الوطني الا وضع دبي علم السعوديه. ما اقول لك نافق ابدا، ما اقول لك لمع لي ولمع لك لان احنا سعوديين، ما اقول لك اكذب، لكن خلك حقاني. ان استنكرت الشيء عندنا تطرق للزين، اذكره على الاقل. طقطقه مره رهيبه، انا اطقطق على حالي لكن فاضي، لكن ملينا من جلد الذات، ملينا من تشويه صورتنا بانفسنا، ملينا من تقليص احجامنا عمدا باسم الشعب السعودي كامل. تنتمي لدوله يضرب العالم فيها الامثال في المنافسه، ليش لا؟ انت تنتمي لدوله تخدم لا يقل عن 3 مليون حاج سنويا في مكان واحد بلا مأساة واحده. في الحقيقه تنتمي لدوله تقود 34 دوله حول العالم لمكافحه اكبر فتنه في زمننا هذا، فتنه الارهاب، فارجوك لا تحجمنا ولا تضع من قدرنا ولا تقارننا باحد.